عالمية. ولطالما لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية قال هذا المنتخب يعتبر نموذج حي ومتميز ينبغي الاقتداء به من بقية المنتخبات. هذه رسالة واضحة بأنه فعلا هذا المنتخب لطالما أسعدنا ولطالما حظي بثناء كبير لا من رئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ولا كذلك من الجماهير التي استحسنت الأداء الكبير، وأصبح هناك شغف كبير لهذه اللعبة متابعة كبيرة لهذه اللعبة من الإنجازات المغربية. كرة هنا لأسود القاعة عن طريق عثمان بوميزو. الهدف الأول نعم يأتي هدف أول يأتي عن طريق عثمان بوميزو. برافو عثمان، البداية مثالية في الثواني الأولى. أسود القاعة يسجلون عن طريق اللاعب عثمان بوميزو بعد ارتباك في دفاعات منتخب طاجيكستان. بداية موفقة وإن لم تكن هناك تظاهرات، بينما كرة طاجيكية تغطي قبل طاجيكي مرة أخرى. أنس يقود هذه الهجمة، يلعب إدريس الرئيس الفني. إسماعيل مازال، إسماعيل تحرك ممتاز والبحث عن الفجولان من طرف سيكون حاضر بشكل ممتاز. هنا أتوقع من المنتخب المغربي تسديدة. يا سلام يا سلام يا سلام. المدرب أن يطلب وقت مستقطع مدته دقيقة في كل جولة. تلعب هذه الكرة رفقائي اللاعب سفيان المسرار. هذه كرة طاجيكية ولكن اللي كان خصم المنتخب المغربي في آخر مباراة ودية. أنس العيان، أنس ممتازة انطلاقة بهذا الشكل. خالد بوزيدو عيان، أنس حط الكرة بالرجل اليسرى والمسرار. برافو 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 المسرار. أنس يعني كانوا في المكان المناسب كما حصل بالنسبة لعبد الكريم أنبية. ورا لمسة ممكن الثاني يا الشعراوي. محاولة استرجاع مرة أخرى لا زالت طاجيكية يحول للجانبية. تلعب الجانبية بسرعة والتسديد مرة ذلك على الطرف الأيمن. هذا الياف وعبد الكريم، وعرض مهم جدا كما حصل في لقطة الهدف الأول. كما نشاهد لفائدة منتخب طاجيكستان. تسدد هذه الكرة لطاجيكستان. تلعب هذه الركنية ومحاولة التسديد وأنارة هذه المجموعة. أنس العيان، أنس يهيئ بشكل ممتاز ولكن ثقتنا كبيرة في أسود القاعة. تسدد وتصل بيكومورودوف، يلعب بسرعة وردة فعل العيان حاول يمر لكن تقطع بعد ذلك. وصلت على الجهة اليسرى يوروف والثاني قريب والشعراوي والرئيس الفني مرة أخرى. واحد على واحد والرئيس الفني طاجيكستان. 3 ضد 2. هنا لازم الشعراوي المسرار والشعراوي. كان عندنا التفوق العددي في هذه اللحظة. البطولة العالمية عن المجموعة الخامسة التي تضم البرتغال وبنما. رائع أنبياء، رائع عبد الكريم. كانت دقيقة البقية يتقدم فيها الكثير من الجرأة الآن لحارس المرمى مسرار، ولعب الكرة لعثمان ونقل بهذا الشكل. أنس والثاني كان مقارب. هؤلاء الأربعة الأوائل على صعيد كرة القدم الآسيوية، بينما كرة تمرر وفاجأت بها من طرف منتخب طاجيكستان. الشراسة اللي وفي لاعبين في نفس المستوى. تكلم عن روح المجموعة. تسديدة وعبد الكريم تحدي بهذه الصورة بالشراسة اللي نتابعها من طرف عثمان. مرة أخرى بوميزو للمسرار. بوميزو عندك الآن الركن الأول والنتيجة هدف مقابل لا شيء. إسماعيل مازال كرة صافرة تأتي وخالد هنا يتقدم يسدد ولكن تتحول مباشرة. نهاية شوط المباراة الأول. لنا كامل الثقة فيها لدي الثقة في هذه المجموعة. بالتالي هشام دقيق فني والمتابعة من طرف أنس والرئيس إصرار يحاول يفتح لنفسه زاوية التسديد. لا وصلت إلى بوميز محترم جدا مشاكس شرس، بينما كرة فيها مهارة. أنس ضيان المسرار. ترجع طاجيكية مرة أخرى. لحسن الحظ
تلعب هذه الجانبيه يمنى، لكن تغطيه ممتازه، تغطيه ممتازه. والتحرك الان في الهجمه المعاكلول يا هشام يتكيك، كره في الجهه اليمنى. الفكره ولا مدرب حتى الان. توصل من جديد، محاوله للمرور. عبد الكريم انبياء تلعب الجانبيه، عبد الكريم خاطئه هذه. حذاري حذاري حذاري. يعني اليوم انا لا ارى طاجيكستان بقدر ما ارى كازاخستان، يعني تبقى لمنتخب طاجيكستان. والتسديد 1-على-1. المسرار لا زالت عنده الكره، يخسر المسرار، لانه بهذه الصوره طاجيكستان ممكن تسجل. بينما هناك كره الشعراوي مرور هنا جميل 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 جميل. دحاني طالت مضوف ولا عبد الكريم انبيه. مقطوع الكرة والساكسن. شوف الحارس ماذا يفعل. غريب. ما هذه الجرأة اللي عند بيكو مورودوف من عثمان للرئيس الفني. استلمها ممتاز. عملية التسديد عبد الكريم انبية. ستلعب هذه الركلة لكن في داخل القاعة. هذه كرة تسديد كمال. ضاغطين بقوة عناصر طاجيكستان. هنا المتربية لكرة القدم. ورش مهم لا يقل قيمة عن الأوراش. ركنية وممتاز. والمرتد الآن 1 ضد 1. والثاني نعم، الثاني في توقيت ممتاز مرة أخرى. عثمان بوميزو يؤتي الهدف الثاني للمنتخب المغربي. هجمة مرتدة سريعة وعمل ثنائي رائع، يعني يضاهي منتخبات كبيرة على الصعيد العالمي. بينما كرة دحاني رتم المباراة، زاد رتم المباراة. دحاني للشعراوي، ودحاني بوزيد ضيع بوزيد. الكرة دحاني ضاعت الكرة. حذاري من التسديد، مرة جانبية. وعبد الكريم انبياء. عبد الكريم يلعبها بسرعة. الشعراوي انس. ضاعت الكرة يا انس. وهدف اول. ريزوموف يسجل اول الاهداف الطاجيكية. طاجيكستان تسجل. طاجيكستان تقلص الفارق عن طريق ريزوموف. شوف هذه التمريرة، مسرار اللي كان ينتظرها عبد الكريم. منتخب المغربي الرئيس الفني، يمشي الرئيس الان، يمرر كرة وتسديدة. يوروف سولييف يحاول يمر. جانبية، خروج تحت الدار ممتاز. انس يمشي للرئيس. الرئيس يا وصلت من جديد. هنا الضغط ممتاز. يا سلام عليك يا الشعراوي جاب الجديد في الوقت الممتاز. الشعراوي في وقت صعب جدا يحيي الامل مره اخرى ويقر المغربي. وتوصل الكره بشكل ممتاز. يلا سدد. والرابع نعم ادريس. برافو يا ادريس، برافو يا ولد، برافو. يقرب البعيد في مباراة الاعصاب، في مباراة فخ، في مباراة ينجو منها المنتخب المغربي. نعم هنا المنتخب المغربي رايح. تقديرات ممتازة. والخطأ هنا حذاري. الخطأ يأتي في إبعاد الكرة. دافيد فيا هو أحد أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم الإسبانية. ولد في 3 ديسمبر عام 1981 في مدينة لانغريو بأستورياس. بدأ مشواره الكروي في أكاديمية سبورتينغ خيخون، حيث برزت موهبته التهديفية وقدرته العالية على تسجيل الأهداف، مما جعله محط اهتمام العديد من الأندية. في عام 2001 تم تصعيده للفريق الأول لسبورتينغ خيخون، حيث قدم أداء مميزا وسجل العديد من الأهداف. هذا الأداء اللافت قاده للانتقال إلى ريال سرقسطة في عام 2003. في سرقسطة وصل فيا تألقه وساهم في تحقيق الفريق لقب كأس ملك إسبانيا عام 2004. تألقه المستمر جعله ينتقل إلى نادي فالنسيا عام 2005، حيث شهدت مسيرته نقلة نوعية. في فالنسيا أصبح دافيد فيا واحدا من أبرز المهاجمين في الدوري الإسباني. تألقه أمام مرمى الخصوم، وقدرته على التسجيل من مختلف الزوايا والمسافات جعلته المهاجم الأول للفريق.
حقق فيا مع فالنسيا كأس ملك إسبانيا في عام 2008، وكان هداف الفريق على مدار مواسم عدة، حيث سجل أكثر من 100 هدف بقميص فالنسيا. في عام 2010 انتقل دافيد فيا إلى نادي برشلونة في صفقة ضخمة. في برشلونة تألق فيا جنبا إلى جنب مع نجوم الفريق مثل ليونيل ميسي وتشافي هرنانديز. ساهم فيا في تحقيق برشلونة لدوري أبطال أوروبا في عام 2011، بالإضافة إلى العديد من الألقاب المحلية مثل الدوري الإسباني وكأس الملك. كان هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد عام 2011 واحدا من أبرز لحظات مسيرته مع الفريق الكتالوني. على الصعيد الدولي كان دافيد فيا جزءا أساسيا من الجيل الذهبي للمنتخب الإسباني. شارك في كأس العالم 2006 وساهم بشكل كبير في فوز إسبانيا بكأس أوروبا 2008 حيث كان هداف البطولة. لكن الإنجاز الأبرز جاء في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، حيث لعب فيا دورا محوريا في تحقيق إسبانيا للقب العالمي الأول في تاريخها بتسجيله 5 أهداف في البطولة. بعد فترة ناجحة مع برشلونة انتقل فيا في عام 2013 إلى أتلتيكو مدريد، حيث ساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الإسباني موسم 2013-2014. فيستمر في مغامرته الاحترافية بالانتقال إلى نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي عام 2014، حيث كان من أبرز اللاعبين في الدوري الأمريكي لكرة القدم، قبل أن يختتم مسيرته في اليابان مع نادي فيسيل كوبي. في ديسمبر 2019 أعلن دافيد فيا اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة استمرت قرابة العقدين مليئة بالألقاب والإنجازات. يعتبر فيا من أعظم الهدافين في تاريخ الكرة الإسبانية، إذ يحتل المركز الأول كأفضل هداف في تاريخ المنتخب الإسباني، حيث سجل أكثر من 50 هدفاً.